وده لأنه مفيش لحمة. تعالوا نعمل شوية كحك قبل الزحمة. انتي بتقولي ايه يا بوحة؟ ايوه. بصي بقى، هنعمل شوية كحك كده دايبين دوب. شايفين الروقان؟ بسم الله ما شاء الله، مفرغ كده من جوه وشكله جميل ولذيذ. وكمان الدوبان بتاعه دو، يعني مش عارفة اقولك ايه بصراحة، دايب دوب. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. تعالوا بقى كده نسمي ونصلي على الرسول، ونقول على وصفتنا السهلة اللذيذة دي. من 2 كيلو دقيق. وانتي بعد كده ابدأي اعملي المقدار اللي يناسبك. خلاص، شايفين الشكل بقى في النهاية بيبقى عامل ازاي؟ تحفة جدا. يلا بينا بقى ما نطولش على بعض ونقول على وصفتنا. انا مبدئيا بسم الله كده معايا ايه؟ معايا 2 كيلو من الدقيق، وقطعة كده من الخميرة البيرة قد عين الجمل. معايا هنا كوباية من السكر، وشوية سمسم كده قد ربع كوباية. ومعايا مجين من الحليب وكيلو من السمنة. السمنة دي أنا مستخدمة سمنة بلدي. بس المعلقتين اللي هم لونهم مختلف صفر دول، دي كانت سمنة نباتي. عشان خاطر أنا كنت بوزن السمنة لقيتها مش كملت معايا كيلو، فكملتها من السمنة النباتي. أخدتها وسيحتها، سخنت معايا كده على سطح البوتاجاز. وهنا ببدأ أجيب قد 5 معالق كده من الحليب، على قطعة الخميرة البيرة، ومعاهم معلقة من السكر. ولو حابة تضيفي معلقة من الدقيق مفيش مشاكل. خلاص، بسيبها كده واركنها على جنب لحد لما تشتغل معايا، واشوف الخميرة بتاعتي اتفعلت معايا واجربها قبل ما بحطها على العجين، عشان لا قدر الله ما تكونش شغالة وتبوظ لي الدنيا. خلاص، اهم شيء يكون عندي منخل زي ده كده، وابدأ ان انا انخل الدقيق. ولازم شرط اساسي ان انا انخله عشان خاطر يبقى معايا هش ودايب. هنا شعرة الملح، وخدت السكر معايا ضربته في الكبة. وهنا السمسم، السكر ضربته في الكبة عشان يسهل عليا. وحطيت 5 معالق من دي السمولينا السايب اللي هو بتاع البسبوسة. خلاص، هنا بقى ضفت معايا السمنة. وبسم الله ما شاء الله هبدأ كده نسمي ونصلي على الرسول. دايما كده سموا الله وصلوا على الرسول واذكروا الله في اي حاجة انتوا بتعملوها. ربنا بيبارك فيها وبيديها طعم تاني، وبيسهل عليكي عمايلها. بسم الله ما شاء الله. يعني الملائكة كده بتحضر معاكي وتساعدك والله. بسم الله ما شاء الله. كده بتبداي ان انت تاخديهم 10 دقايق 15 دقيقة كده مع بعض. تبداي ان انت تبسيهم، بتدخلي السمنة كده تخليها تدخل جوه العجينة زي ما انت شايفة كده. هنا بقى الخميرة بتاعتي خلاص اتفعلت بسم الله ما شاء الله. وبحط معاهم كمان الحليب. ببدأ افتح العجينة. انا ما بعجنش، انا بفتح بس العجينة. واعملي حسابك ان انت بقالك اكتر من 10 دقايق بتبسي حتة العجين. فبالتالي اول ما بتحطي السوائل بتقفش معاكي، وده طبيعي. ما يعني ما تخافيش وما تقلقيش منه. بعد كده بتبدأي ان انت بتلمي. بس شايفة انا بلم العجين من العجان. يعني مش بعجن خالص، بل بالعكس انا بدخل المكونات مع بعض، وابدا ان انا اختبر العجينه. بسم الله ما شاء الله، جميله جدا. بس هنا بقى انا عايزاها تفضل دايبه معايا، وتاخد يعني وقت يعني زيادة شوية. المية هنا بتحافظ لي على حتة الكحكاية، وفي نفس الوقت بتديها هشاشة وبتخليها دايبة معاكي دوب. تمام. فببدأ ان انا اعجنها زي كده، وبسم الله ما شاء الله بختبر بقى معايا العجينة. اللهم بارك اللهم بارك. تحفة جدا. شايفين؟ طرية ولذيذة، عاملة زي حتة كده العجمية معايا. خلاص، بختبرها ما بتشققش، وهي كده العجينة معايا اللهم بارك جميلة. ببدأ ان انا اغطيها بالكيس النايلون كده، عشان خاطر تفضل معايا سخنة، وفي نفس الوقت ما تبردش وتشقق، واعرف اتعامل معاها واشكلها بالشكل الجميل ده. سواء بقى بالمنقاش او بالبصامة، او اي شكل انت حابة تعمليه باشكال معينة. تسيبيه يخمر قد نص ساعة، أو ساعة إلا ربع كده. لو في يعني لو في الشتاء شوية. وبتبداي بعد ما يخمر معاكي بتكوني مجهزة الفرن سخن، بتدخليه درجة حرارة 180، ويطلع معاكي بالشكل الجميل اللي انت شايفاه ده. بتجيبي صينية كده وترصيهم، ويكون عندك سكر بودرة. وتجيبي مصفى كده، وتبداي ان انت تنخلي عليهم شوية السكر، وتبداي ان انت ترصيه، وتقدمي بقى لحماتك لسلفتك لأختك لجارتك.
لمامتك، لأي حد حواليكي وحابة ان انت تهديه. طبعا العيد بيبقى فرحة ولمة وصلة أرحام، وبتجددي فيه العلاقات سواء مع جارتك أو مع أهلك. وده كان شكل الكحك معانا. بسم الله ما شاء الله، شايفين النقشة معايا ثابتة لحد آخر الكحكاية حتى السوا، وهنا الدوبان، وفي نفس الوقت من جوه هاشش كده ومفرغ. بسم الله ما شاء الله. سموا وصلوا على الرسول يا جماعة، وشوفوا بقى الدوبان الحلو ده. دي كانت وصفتنا ودي كانت حلقتنا. اتمنى يا رب ما تنسونيش في اللايك والشير. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله هنتقابل في فيديو تاني جديد. إلى اللقاء، وكل سنة وانتم طيبين وبخير.